تحياتي. بالتأكيد لا مجال للمقارنة بين مباريات الدوري الإنجليزي وأي مباريات أخرى، ومباراة واحدة من مباريات البريمير ليج سوف تغنيك عن جميع مباريات الدوريات الثانية. اليوم شاهدنا ليفربول يكتسح نوتنغهام فورست بثلاثية مقابل لا شيء، والسيتي يقسو على الجار اليونايتد وينتصر بثلاثية أيضا مقابل لا شيء. وفي الكالتشيو إنتر ينتزع صدارة الدوري الإيطالي بعد تغلبه على روما بهدف مقابل لا شيء بعد مستوى هزيل من روما بقيادة مورينيو. للأسف لم أستطع متابعة مباراة ميلان بسبب عطل لدي في الأقنية الناقلة. قبل البدء بالمقطع أتمنى منكم الاشتراك بالقناة تفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. ليفربول ينتصر على نوتنغهام فورست بثلاثية مقابل لا شيء. بداية المباراة كانت صعبة على الريدز. التكتل الدفاعي على الخصم جعل من مهمة ليفربول في أول نصف ساعة صعبة للغاية. اعتمد الفريق على الكرات العرضية أو الكرات الطويلة خلف قلوب الدفاع، لكن جميع المحاولات لم تثمر عن أي تسديدة أو أي هدف في مرمى الخصم. انتظرنا حتى الدقيقة تقريبا 32 افتك ماجلستير الكرة من وسط الملعب، وتقريبا كانت شبه هجمة مرتدة إلى محمد صلاح الذي أعطاها إلى نونيز سددها وتابعها جوتا في الملعب. العمل الذي يقوم به محمد صلاح إن كان في الصناعة والتسجيل في الفترة الحالية، الأهداف التي سجلها محمد صلاح ليس كما في السابق. يخسر الكثير من الكرات، لكن عملية الصناعة، صناعة الهجمات في الثلث الأخير من الملعب له دور كبير في تحقيق الرز للانتصارات. أيضا المساهمات الهجومية من قبل لاعبي خط الوسط إن كان مالكالستير أو السوبسلاي كبيرة ومهمة، وهما من الأسباب الرئيسية لانتصارات الريدز في الفترة الأخيرة. بالتأكيد ما زال الريدز بحاجة إلى لاعب ارتكاز دفاعي صريح يقوم بإغلاق عمق الملعب بالشكل المناسب. لكن اليوم ليفربول يقدم كرة ممتعة. عاد الريدز الذي تعودنا عليه في السنوات السابقة والذي تحدث عنه بيب جوارديولا بأنه أفضل فريق نافس مانشستر سيتي بالفترة الأخيرة. لذلك أتوقع إن ابتعدت الإصابات عن ليفربول أن يكون هو المنافس الأول لمانشستر سيتي هذا الموسم، وليس فقط الأرسنال. تراجع ماكاليستير إلى الخلف مع إعطاء حرية كبيرة لسوبوسلاي بالتحرك في جميع مراكز خط الوسط والقيام بأدوار هجومية. هذا ما يجعل فريق ليفربول أفضل في الشق الهجومي مع تواجد 3 لاعبين في خط المقدمة بالإضافة إلى لاعبي الانفراد. دائما ما نشاهد كثافة عادية من لاعبي الريدز داخل منطقة جزاء الخصم. ليفربول يهاجم بخمسة أو 6 لاعبين مع تحرك سريع في عملية الارتداد إن كان بالهجمة المرتدة أو العودة السريعة إلى الخلف. هذا الأمر شاهدناه في الهدفين، والهدف الثاني عندما مر محمد صلاح الكرة إلى سوبوسلاي الذي أهداها على طبق من ذهب إلى نونيز ليسجل الهدف الثاني. ما زال ينقص ليفربول عن ما شاهدناه في المواسم السابقة تحت قيادة كلوب، هو تطبيق الضغط العالي الممنهج والممتاز على الخصم أثناء خسارة الكرة في ملعبه. هذا الأمر لا نشاهده دائما مع ليفربول بسبب تغير الأسماء والخوف من الإصابات مع ضغط المباريات، لأن تطبيق هذا الأسلوب بحاجة إلى لياقة بدنية عالية، وأن لا تكون المباريات دائما مضبوطة أو جدول المباريات مضبوط. اليوم مع ضغط المباريات يصعب على ليفربول تطبيق هذا الضغط في جميع المباريات أو طوال 90 دقيقة. لذلك نشاهد ببعض الفترات يظهر ليفربول ويقدم أو يطبق هذا الأسلوب على الخصم عندما يكون بحاجة إلى التسجيل. السيتي يكتسح اليونايتد بثلاثية نظيفة ومستوى أقل من المتوسط من لاعبي اليونايتد، وإدارة للمباراة من قبل تين هاج سيئة للغاية. بعد مباراة جيدة، بداية المباراة بطريقة جيدة، لم يحسن هويلاند التعامل مع الكرة بشكل صحيح، ومنح السيتي ركلة جزاء بعد عرقلة رودري داخل منطقة الجزاء. لكن ردة فعل لاعبي اليونايتد بعد تلقي من الهدف الأول لم تكن جيدة أو
لم يحسن تين هاج التعامل مع هذه المشكلة. لذلك شاهدنا استمرار السيطرة لكتيبة جوارديولا على اللقاء طوال 40 دقيقة بعد تسجيل الهدف الأول، وحتى الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول. في آخر 5 دقائق شاهدنا تحرك بسيط من قبل لاعبي اليونايتد في محاولة لتدارك النتيجة، لكن بشكل عام انتشار اللاعبين في الملعب كان سيء للغاية، وخاصة أثناء عملية تحضير الكرة والصعود بها. دائما ما نشاهد لاعبين يقومون بعملية تحضير الكرة، إريكسن أمامهما تقريبا لاعب دائرة، وباقي اللاعبين منتشرين في بعد دائرة منتصف الملعب. ومع تواجد ستونز ورودري من قبل لاعبي السيتي في خط الوسط، فإن عملية التواصل بين لاعبي خط الوسط وخط المقدمة للاعبي اليونايتد كانت شبه معدومة. لذلك دائما ما نشاهد بطء في عملية تحضير الكرة، بطء في عملية التمرير، وخسارة سريعة للكرة في الشوط الأول. في الشوط الثاني توقعنا أن نشاهد ردة فعل مختلفة ومستوى مغاير عن ما شاهدناه بالشوط الأول من قبل لاعبي اليونايتد، لكن هذا الأمر لم يحدث. استمر السيتي بالتفوق، واستمر في ضغطه على مانشستر يونايتد أصحاب الأرض، وسجل الهدف الثاني، وبعدها أتى الهدف الثالث. ولولا براعة وتعمق أونانا لكانت النتيجة أن تكون مغايرة بشكل كامل. بالتأكيد تحدث تين هاج على أن هذه المباراة أو ركلة الجزاء غيرت مجرى المباراة بشكل كامل، لكن نادي بحجم اليونايتد يتلقى هدف من أي نادي آخر ويخرج من المباراة نفسيا، يصبح خارج المباراة، هو أمر غير مقبول وغير معقول. اليوم اليونايتد من أكبر أندية العالم، وتلقيه لهدف في بداية المباراة لا يعني بالشيء الكبير. لذلك تين هاج هو الملام الأول كما ذكرنا بسبب الانتشار السيء من اللاعبين على أرضية الملعب، عدم التعامل مع المباراة بشكل صحيح، استمرار الاعتماد على راشفورد الذي لا يظهر بمستوى جيد أبدا، يقدم مستوى سيء في هذا الموسم لغاية الآن، وعدم الإعطاء الفرصة منذ البداية لجرناتشو لإثبات نفسه، لأن عندما يتواجد جرناتشو على الجهة اليسرى تصبح الخطورة أفضل بشكل كامل. كان الله في عون جماهير اليونايتد على هذا المستوى على هذا الأداء، حتى عندما الفريق يحقق الانتصار المستوى يكون سيء ومتواضع، ولا يأتي الانتصار إلا باللحظات والأنفاس الأخيرة من عمر المباراة، وتبقى الجماهير طوال 90 دقيقة تعيش على أعصابها. لغاية الآن في هذا الموسم لم نشاهد أي مباراة أقنع فيها تين هاج وكتيبته وحقق انتصار بأريحية. سابقا تحدث كريستيانو رونالدو بعد خروجه من نادي اليونايتد بأن هناك مشكلة في اليونايتد تمنع الفريق من التطور، وتمنع الفريق من الوصول إلى مستوى كبير، مستوى مشابه لمستوى مانشستر سيتي ومنافسته على الألقاب. بالتأكيد هذا الأمر له علاقة بالإدارة وتعاملها مع اللاعبين والانتدابات التي يقوم بها وتطوير مرافق النادي، هذا أمر أكيد. لكن داخل أرض الملعب وفي غرفة الملابس الملام الأول في هذا الموسم هو تين هاج. الحالة النفسية والمعنوية للاعبين سيئة للغاية، لا تشعر بأن اليونايتد يقاتل كما جرت العادة، ولا تشعر بأن اللاعبين يلعبون من أجل الشعار، بل تشعر بأن الفريق الذي يلعب هو فريق أشبه بباريس سان جيرمان، لا شغف، اللاعبين يلعبون من أجل الأموال فقط. وهذا ما يفتقده اليونايتد اليوم، الشغف. إن حضر الشغف سوف يحضر الأداء، سوف تتحسن النتائج، سوف نشاهد فريق مختلف. هذا الأمر كما ذكرت يقع على عاتق تين هاج، التحضير النفسي الجيد للاعبين ودرب روح المنافسة بين اللاعبين، حتى وإن تأخرت الانتصارات وتعثر الفريق في مباراة أو اثنتين. فدائما الحالة النفسية هي من مسؤولية المدرب، والابتعاد عن المشاكل مثل ما حدث مع سانشو أو أي لاعب آخر. انتر ميلان يحقق انتصار صعب على روما ويعتلي صدارة الكالتشيو، ويبعد أو يزيح اليوفي من المركز الأول. مستوى جيد للغاية من كتيبة إنزاغي في هذه المباراة، سيطر واستحوذ وهدد، لكن الكرة عانت الفريق في أكثر من مرة حتى أتى هدف ترام تقريبا في آخر 10 دقائق.
مستوى روما هو سوف نتحدث عنه، مستوى متواضع وهزيل، لا رغبة لمورينيو في الهجوم، ولا يسمح للخصم بالقيام بنفس الأمر. لا أعلم كيف يعتقد مورينيو بأن الهدف يأتي، إما بالدعاء أو قد يكون الاعتماد على خطأ يأتي من لاعبي الخصم. المشكلة أن مورينيو ومنذ أكثر من 4 5 سنوات لم يتطور أبدا، لم يغير بأسلوبه أبدا، ما زال يعتمد على نفس الأسلوب الذي حقق به مع بورتو دوري الأبطال، وحقق مع تشيلسي بعض الألقاب، وبنى به نادي ريال مدريد الذي بعدها استطاع تحقيق 4 ألقاب دوري أبطال أوروبا أو 5 ألقاب دوري أبطال أوروبا. لكن الحديث هنا على أن نادي روما اليوم يقدم مستوى سيء للغاية تحت قيادة مورينيو، وفي بداية الموسم كانت أسوأ بداية للفريق عبر التاريخ. مورينيو لم يتطور أبدا منذ فترة طويلة، أفكاره ما زالت على حالها. إن أردنا مقارنة مورينيو مع بيب جوارديولا سوف نشاهد بأن هناك فوارق كبيرة أصبحت، بالرغم من أن مورينيو كان منافس لبيب جوارديولا في فترة تواجد بيب مع نادي برشلونة من عام 2009 حتى عام 2012. لكن بيب جوارديولا استمر في تطوير نفسه، اخترع بعض الأساليب مثل تجربة ستونز كقلب دفاع، مشكلة أو حل مشكلة الظهير الوهمي، لعب بأكثر من أسلوب وغير الكثير من أفكاره. لكن اليوم مورينيو نفس الأسلوب، الاعتماد على الجانب الدفاعي، عدم السماح للخصم بالهجوم، وعدم الاعتماد أيضا أو عدم القيام بهجمات مرتدة صريحة. قد يقول البعض بأن مورينيو لا يمتلك أسماء سوبر، لكن إن أردت تقديم كرة قدم ممتعة انظر إلى نادي برايتون تحت قيادة ديزيربي، وانظر إلى بنفيكا في الموسم الماضي عندما قدم مستوى كبير، وانظر إلى نابولي أيضا في الموسم الماضي في الكالتشيو مستوى رهيب، قدم أمتع كرة قدم في العالم في ذاك الموسم. إذا إن أردت تقديم كرة قدم ممتعة أو على الأقل كرة قدم جميلة، أنت لست بحاجة إلى لاعبين سوبر، بل أنت بحاجة إلى مدرب قادر على تطبيق هذه الأفكار. واليوم مورينيو عاجز عن القيام بأي شيء لنادي روما. مورينيو قادر على بث الروح المعنوية العالية في اللاعبين، قادر على بث الروح من أجل تحقيق الانتصار لكن بدون أفكار. هذا الأمر يفتقده اليوم روما تحت قيادة مورينيو. أو جميع الصحف تحدثت وقالت بأن هذا الموسم هو الأخير لمورينيو في تدريب نادي روما، وإن استمرت النتائج سيئة ولم يتحسن الأداء لا أعتقد بأن مورينيو سوف يكمل الموسم مع نادي روما الإيطالي. بالتأكيد سوف يكون هناك توجه للتعاقد مع مدرب جديد، لكن أتمنى من نادي روما الابتعاد عن الأسماء التقليدية التي دائما ما تفكر فيها الكرة الإيطالية، إن كان كونتي أو حتى أليجري أو أي اسم آخر معروف، وانتقاء مدرب شاب قادر على القيام بنهضة في نادي روما وتقديم كرة قدم ممتعة. اليوم نشاهد ديزيربي مع نادي برايتون، ونشاهد ساباليتي سابقا مع نابولي واليوم مع المنتخب الإيطالي، يقدم مستوى رهيب بأسماء ليست بأسماء سوبر كما ذكرنا. إذا أنت بحاجة لمدرب وليست لاعبين سوبر حتى تستطيع إيصال أفكار صحيحة، أفكار تساعد على تطوير كرة القدم في إيطاليا، ومنها سوف يتطور المنتخب ويعود إلى تحقيق الألقاب.